السلام عليكم خوتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتكم. كيف ما سمعنا بزاف ديال الاخبار اللي كيقولوا بان ساري كول توفات. خليكم اخوتي مع الفيديو للاخر باش تعرفوا الحقيقه. كيف ما كنعرفوا حنا خوتي ساري كول انها دائما يعني في مواقع التواصل الاجتماعي الانستا او تيك توك، يعني دائما يعني كانت كتحط فيه الستوريات، بوستات، فيديوهات، دائما كانت كتحط. ولكن اخوتي يعني هاد الاشهر الاخيره ما بقات كتحط حتى شي حاجه نهائيا، اللي دخل بزاف ديال الشكوك للجمهور ديالها والمتبعين ديالها والمغاربه كاملين. كيقولوا فين مشات ساري كول، فين غبرات. زائد ان نوفل بن موسى الملقب بصوفيا طاروني منين دار الافتتاح ما عرضهاش وما كانتش نهائيا حاضرة، اللي دخل الشكوك بزاف للناس، اللي بزاف قالوا بأنه مريضة المرض الخايب. الله يستر والله يحفظ أي واحد والله يحفظ جميع المسلمين إن شاء الله من هذا المرض الخبيث. اللي كيقولوا بأنها مريضة بزاف، ما كتقدرش تحط بوستات، ما كتقدرش انها تخرج ودير ستوريات تهضر مع الناس علاش ما حضرش في الافتتاح ديال نوفل. برغم من ان زعما هي كانت قريبه ليه بزاف، يعني واخا وقعوا بيناتهم مشاكل، ولكن يعني هي اللي كانت خاصها تكون حاضره معها في هذا الافتتاح اللي داروا نوفل. زائد يعني كيف ما شفنا التوبه ديال نوفل، يعني هي اللي كان خاصها تكون حاضره معاه حيت هي الصديقه المقربه ديالو. وهذا الشيء كيف ما قلت لكم دخل بزاف ديال الشكوك د الناس، اللي من هاد الشكوك خرجوا هاد الهضره ديال ان ساري كول توفات. يعني كل شيء كيقول بانها توفات. خوتي ما كاين حتى شي خبر حصري اللي كيقول بان ساري كول توفات، واخا جميع الصفحات المشهوره حاطين بخبر وفاة ساري كول بالمرض السرطان. ولكن اخوتي ما كاين حتى شي حاجه من هادشي نهائيا. حد الان حتى شي واحد من القريب ديالها او صديقات ديالها خرج وقال هذا الخبر. وحنا صراحه ما نبغيو ليهاش الشر، بالعكس نبغيوها دائما تكون مزيانه وتكون مع الابنه ديالها، والله يخليها لها ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله هذا الخبر هذا يكون خبر كاذب يا رب. وكيف ما قلت لكم حاليا ما كاين حتى شي خبر كيدل على وفاة ساري كول. اي حيت هي ما بقاتش كتحط بوستات، ما بقاتش كتحط ستوريات، الناس كيخرجوا وكيبقاو يقولوا من عندهم. المهم اخوتي ما كاين حتى شي خبر حصري كيدل على وفاة ساري كول. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. اذا عجبكم ما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينه، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو.